Keren Sayop إلا كرنكم كرن سيوب تام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد يوم ما قاشاه لقينا ديما كقاشان بلوم يكون قاشا يكون سبعتهم و سبلم حطتهم خونا عبد الرحمن السيد أهلا وسهلا. يوم ناقش دي موضوع دي كل ساحتنا لقيس المواضيع مهمته وهتو هي تلا فترة لحلفت اعتقالات على دي بريتريا. من ضمن الاعتقالات الشيخ دي بمدينة قنداع الشيخ آدم شعبان ثبت خطاب حصل ديبو وكما أمتر قدامي شيوخ لبا وبعدا من المواطنين يقول له خلال 30 سنة في خطفهم أورو منهم تلا مدت الحلفت على والأسباب وبلا استبدهي يعني مسجد أو هي خلوتنا قرآن عند الدبات منو لخلوت دبات بدرت وأوها تثبت وردة فعل ناي إلا خطوة الله هي إرتريين دي خارج لهلو مظاهرات قبا ودي كل مدن أوروبا مظاهرات قبل أدانت إلا خطوة الله ولمظاهرات لمطالبات هي مطالبات ناي رحيلنا إلى النظام. قل لك خيركم هل تقولوا قدام قل لك قدام قل نادركم هل تقولوا زيادة أسارة وتوديتها. يوم دي بالموضوع اللي اسكي نوزو عامة لمظاهرات دي بإريتريا من نقردو نتناولوتو وحاريت المظاهرات لقيت لها هي كهوتو تغييم قديديتو مثل أستاذنا عبد الرحمن. مرحبا بك أستاذ عبد الرحمن، أهلا وسهلا. مرحبا بك، الحمد لله والحمد لله بالسلامة. سنة حمد أكمل بث الأيام إيتينا. الله يسلمك وصناي دحن صرحك وكلهم متنسيتك سلام ومرحبا بلهم. تمام أستاذ عبد الرحمن، اسكي عامة تاريخنا مظاهرات دي بإريتريا اسكي شوية قررنا بالكاسك إلا ساعات لا يعني ممثل تاريخنا مظاهرات جزء من الحركة المجتمع المدني دي بريتريا في الحرب العالمية الثانية. طليان كم خسرة وإنجليز صبتوا العد سنة 1941 منا حرية هبو قل شعب أحزاب ومحابر قليدو وجرائد وصحف قليدو سمحوا قلهم وباللي درجات اللي قدام خلاص اللي ودا استبدا اللي تنظم ومظاهرات ودي واجتماعات عامة ودي إلا فترة 1941 إلى 1952 أثر حتى سنة معناته إلا لحكم إنجليز لحق بيننا ديبوتو دي بالوقت اللي ظهرت أحزاب وتنظيمات واتجاهات. فمثلا حزب أندنت تخلق دي بالوقت اللي سنة 44 وحر سنة 46 حزب الرابطة تأسس ومسلوم كمان دي بالفترات اللي حزب إريتريا للإريتريين وقدم إريتريا للإريتريين برضو تجرينيا للبل حزب أو اتجاه سياسي ولد مريم لما نروحوا استبدأ على برو إيطاليا اللي تبهل كمان أو برو إيطاليا اللي بيقولوا جماعتنا طليان اللي أقبلوا ولا عد حتى لفترة معينة قل حكومة ولا لبل طليان ناي دي بريتريال على طلاين وعسكرنا إيطاليان على قال ريترين لهلو ديبو برو إيطاليا اللي تبال على اللي من ريكا اتجاهاتكم على ديبو اتجاهات سياسية متباينة ظهرت. فكل اتجاه سياسي تم مدن العبي بالذات دي بكرة أسمراء وكرن وباسع وغردت اجتماعات قب على قل شعب توعيات قل هبو وقل لك صوبو وكل حتى كاين باتجاهه قل لقيس مسلو الحزي على. فمثل اللي كمان جرايد وصحف استبديت
اللي فترة اللي فترة تغيير المصير لبولا، وفترة أكثر وقت حرية ناي التعبير وناي صحافة وناي تنظيم لترادي وقتها. حقول له 52 إلى 62 10 سنة اللي فيدريشن لقبدي بوقت معناته فيدريشن بين إريتريا بانديرتا وبحكومتها وبين إثيوبيا بانديرتا وبحكومتها قبل معناته اتحاد بين كلا كيانات شبه مستقلة ولكن متحدة في الشؤون الخارجية والشؤون الدفاع والمالية وكنا، لكن على الأقل كل حتى كاين نظام لبدي بقبات إريتريا نظام ديمقراطي نسبيا مننا إثيوبيا للحيز، وكذلك نقابات ناي عمال وناي طلاب وغيرها بدأت تظهر، يعني بالذات ناي عمال، يعني انت فابريكاتات وقلالة شكل علو مصانع دي وشكل علو عمال بدوا يتنظموا يعني. اللي ولد مريم دي باللي كمان دور على قلوب، فباللي لعمال نشاط سياسي صوتهم قلة سمعوه وكانتهم قلة أمره قدروا دي باللي فترة اللي قلت بها القدر اللي فترة اللي طبعا الذي باربعينات على فترة منو بزحلي لحيزته عند كفء قيسة، لأنه إثيوبيا دي بريتريا كمسلة بينه أحزاب واتجاهات ونقابات وصحف علت من قبل. بالمقابل دي بإثيوبيا جانهوي أو نقوس هاي الثلاثة هو كان الآمر والناهي يعني، فهتو لبيليا قبل هتو على لا دولة ولا حكومات ولا برلمان وكل شيء هتو على بالسبب لتبهل وزير خارجيتنا إثيوبيا أكليله هبتولد، واللي ناس اللي دي بفرنسا لدارس دبلوماسي كبير هو بيلوي لتبهل قال هاي لسلاسة نحن وإريتريا مثل قلنا مبرحة وقانا إثيوبيا مرحلتنا إريتريا قلنا بس حق نقدر بنا بديمقراطيات وبرلمان وأحزاب زايد كمان ذاته إثيوبيا كلها ذاته دولة فيدرالية من أموديا لحيز بيليو. هاي لسلاسة اللي مكر اللي نصيحة الله يسمعيان اللي بلو وبدلتو موتور إريتريا بطر وكان إريتريا اللي بصح لحاول إريتريا موتورو كانوا قد قبل قص حرب قد تقيس حزايا يعني. فمثلين نايلاكا دي بإريتريا ولا حكومتنا إريتريا دي شؤون نايا تتدخل استبدا، وخلافات حصلت بينه وبين رئيس وزراء إريتريا لعلى لوقت لي سيد تلابايرو، كم خلافات حصلة من حكومة كم لتكرر ودي بسويد سفير قلقباء قرر قلوه وبدلوا حتى نايو عميل لقباء أو إثيوبيا ويموت للبل ناس أقلام صاو أسفها ولد مكيل بقولوا، لكن مثل اللي كله إلا فترتنا 52 إلى 62 فترة برضو مظاهرات ناي إريتريا حصلت أولا ضد تدخل ناي إثيوبيا دي بشؤون الإريتريا وحرب لعب باي مظاهرات اللي حصلت بانديرتنا إريتريا سنة 58 من إريتريا من أكانا دول كروة إلا وقت الله خلاص شعب إريتريا أوي بيلا وزمتنا بيلا ومشكلات حصلت ومظاهرات فقرة للشباب، ودي بلا فترة الله حركة تحرير إريتريا تأسست محبر شوعته للتبهل على معناته الحركات خلاص نحن متحدة خيانتنا ودول عباية مثل إثيوبيا بطرت حل لبنان نحن لازم حريتنا بنضالاتنا ما تصل له، ومن الناحية بطرق سياسية
قلنا دلو وقلت تنظموا حاولوا لسه اللي يرفعون السلاح يرفعون دي بالوقت اللي وضغط قال لي دو حاولوا دي بحكومة اثيوبيا استغلالنا إريتريا قد تحترم وإيجاتا هنا على الأقل نظامنا الفدرالي لكن أواخر الخمسينات اثيوبيا حركم يتقبل وإريتريا حتى جزء نايكم قد هدايات سبت أمرا بنديرتنا إريتريا كريت لغة عربية وتقرينيا ما دي بدواوينا إلى دولة اللي لتهاجوا بو بدلوا إمام حرنيا اللي تهاجوا اللي بيلو ودي اللي فعلا اجتماعات ومظاهرات قبت ومثقفين إريتريا دور عبي على قلوب من ضمنهم المحامي محمد عمر قادي اللي تبهل ناس الله يرحمه ناس فاداب وناس مثقف وواعي وقانوني على فقال لي تبيا دي بمحافل دولية شكاية اسك متحدة بصحة والدول المختلفة قيسة واللي ناس اللي تبيا لا تودي له ليت ضد قراراتنا الأمم المتحدة كمتو وحريتنا إريتريا قيدوكم هالليت وإلك جيسوا ليت قبي قال إريتريا قد تبلع وقال إريتريا جزء من إثيوبيا قد تيديت والنبي المهم لناس بنوا يعني كمحامي حركات تحركة وحر هاي لسلاسة لوك لاكا لسه حطوا دي بخارج من هلا وبيليو نعم أنا اللي تقول له ليك أمري على الكوني ولكن عندك قسينا نتفاهم ولا تحجيقها إن شاء الله بيليو وجماعة من أسمرة كتبوا على السيد المحامي محمد عمر قادي يتمثال لناس اللي على كيتو كوينا وقل قال يتو منو بيلو لكن ناس نضال حوقبا يروحوا قل السبل دائما جاهز قبل المناضل قدامي الأمر أحيانا يقول لي أخبارات تسمع مثلا بالمناسبة الأسماء ذاته متقاربته محمد علي عمره ومحمد عمر قاضي محمد علي عمره برضو ناس مناضلته ممكن هنا يهنسوا بعدامنا مرقبه مناضلنا الستينات فأواخر أيامه سفير على دي بنيجيريا ودي بالأوروباتات زيارات والعلاج وكنا ما على مثلاني فصاروا الأدام لبل يا أخي يتقيسني بيلنا لكن الناس اللي يسمعينان كقيسة وسياسي رحميوني بدي بالسن عابين ده هلا وحالة صحية يعني سيئة دي بان ده هلا استيل اختطفيو وسجنيو وكانوا سكده قويت هليت لبلو يعني لكن أنا لبلو ميتو لمناضل حاو قبل قدام آخر حاجة لا فكر دي وقت لرحوته بعد قدام نوصون ده فكر دي ونوصو حماية مني ودقلو لمناضل روحوا ليلة ريان فاللي ما سيد محمد عمر قادي المهم اتبع له وريو هاي الثلاثة أمانة حاو قبا صنيتو وأمانة حاو قبا اللي تفضح بيلا وبالفعل أقبل عد وكما أقبل كم صلى لجماعته بيقولوا العالم من أسمرة أي ناس خينيو و10 سنة حكميو سجن سجنا حاو 10 سنة ما كم فقرة اللي ناس اللي محمد عمر قادي معظمهم من المناضلين الستينات وبداية السبعينات بسياسته وبجبهته وقلده اللي سجنوا كان يتطوع يعني قل ترافع قلوم وقل دافع قلوم بالمجان نوصو كان نصب على مهمات يعني فالمهم اللي حصله إلا فترة لكاليتا فترتنا فدريشن حصلت دي بمظاهرات بالذات المتعلق بإنزال العلم الإريتري إلا علم زي سياسة كمان يترفعوا لبنان لا مرات علم جبهة لبنان ومرات علم فدريشن لبنان إلا علم إريترياته علمنا أمم متحدة يكون وناي جبهة يكون وناي نفر يكون هنا اللي برلمان لا إريتريا لسادة قديبو علمنا إريترياته فإلا علم دول كرة بزحام زعلوا وخلاص قدرا قلنا بلس بيلو وبلا ميدان فقروا وبلا نضالات استبدوا وقدام بتقروا وبتقرينيا وكل لغاتنا إريتريا خدرا قل الحل على واللي تمنى على قل الرأيات أمم متحدة قد ترفرف ودي جوا أسمرة بعد استقلال بعد 93 السكة 93 طبعا علت لكن حوا 93 إلا أنا لا زال ليت إقلاف قرديمنا وبوت إذا بزو حدام
للنضالات كمي اكتمله بولت رأيه، لأنه اللي بانديرة اللي مجرد حبر ومجرد رسم يكونيني، مثل تاريخ ووجدان ومشاعرنا الشعب الإريتريا مرتبطة. قل لما ديرت لها دول تتناقش معناها قل لها النضالات وتاريخنا الشعب الإريتريا قلوا تتناقش ليك معناته. على كل حال فترة الستينات أتيت، فترة الستينات كمان مظاهرات ناي عمال وناي طلاب استبديت، وحر اللي تنظيماتكم استبدأ كمان جبهات وقدمها هي حركة تحرير إريتريا. منشورات كمان دي بداخل المدن تتوزع استبديت، وقليل اللي وزع لشباب لطلاب معظمهم، من ضمنهم برضو ممكن رئيس السياسة فوركي وجماعته كولديس عمار وغيرهم كانت معمول له وزعكم على منشورات ناي جبهات دي بداخل أسمرة كم يوم دي بمدن عباين أي إريتريا من مصواع إلى كرن أغردات اللي منشورات اللي تلقف دي على حتى يعني الأدام سكزة للذكر، يعني لأنه لو منشورات قد ترفع حساب كان توديته، لأنه انتهت نايلة جواسيس راقبوت عنهم من شو منشور رفع له كنا الأمر فلتجسسوا بهم. المهم إلا حركتنا الستينات وبداية السبعينات بزح مظاهرات حصلة ديبا وبزح منشورات حصلة ديبا. وأتذكر دي بالسبعينات منتصف السبعينات مثلا شبروا اللي بيقولوا على مظاهراتنا إلى طلبة بالذات إضراب اندودوا دي بإريتريا لمدارس منو اندبطروا وحر حتى بنوا بليتات فوق كندربلو. أتذكر شوية حوي العباي لسلونا على يوم شبروا علنا وشبروا جيسنا وكنا اللي بلونا على فباللي سبب السك سنة 1974 طلبت وشباب وعمال اللي ودوا على مظاهرات ودوا ومنشورات للأقفو واحتجاجاتهم لروا على أنه إريتريا استغلال قد تنساب ديبا كامل ولا فدريشن ينحزي ولا وحدة مثل إثيوبيا ينحزين دبيلا شباب وعمال وطلابنا إريتريا كله جزء من المظاهرات قبل. بعد سنة 1974 طبعا الأمور تغيرت، حكمنا عسكر صابتها دي بإثيوبيا ومحاولات على الشهيد أمان عندهم رئيس إثيوبيا دول قبا للقضية إريتريا حل سلمي جنيدة قدر ما من قبل على اللي قال دبنا على هنا فدريشن قد نقبل للبل رأي على قلوب واللي هي أنا من زمان الناس اللي أحترمه وأقدره وأعتبره شهيد إريترياتو رئيس إثيوبيا من على وصاروا الأدام طبعا بعاطفة قيس كالإنسان اللي قل ما استشهد من قصته قل ما قتليه قل لهم رأي الحزوني بس رئيس إثيوبيا على وإثيوبيا جرائم تودعلت وكنا لبلوكا فباللي إدانة ودقل. لكن أنا رأيي من فترة طويلة أنه اللي ناس اللي بالفعل حل سلمي لقضية إريتريا الحز على مش كده وبس، وقف إطلاق النار ويعني لسه متكلم من قبل اللي قل أثبت تقدر وقف إطلاق النار من طرف واحد من طرف إثيوبيا، وقف إطلاق النار واديته وحر من أسمراش ما قل له نيعد أسلام ومسيحيين لبديبهم اندقي سودي بالله وكزاقر جبهته وشعبية أدحت قاتلوا على قوة التحرير على الأيام قيسوا أولادكم حرب أدحدها بطرو وتعاروا بولهم بيليهم ونحن قد نتقسم سلوم قد نتفاوض نحزن لنا بيليهم السكنة لو دا ناس اللي ما بس يكونين الأيام إثيوبيا من 67 اللي قرى وعدوتات تتنادد علت فالأدام آمن ومدني يقولوا تقتل على حرستاي وتلاي وكل حاجة يعني. فدي باللي كمان اعتذره أمان عندهم كرئيسنا دولة إثيوبيا اللي ديكم لجرى لبل خطأته
ونعتذر لبل واللي قالوا له ودو كمان قلنا حاسبهم تلبل فمنقستو تقلاتشن للبل كتاب كاتبتو دي باللي كتاب إلا هقاقيتو له كله ذاكروه فلبل نحنا رئيسنا دبيلنا ممكن سلام قال لهم قدر مثل إريتريان دبيلنا الأقناو يعني يقولون طبعا لسلام ميتو إنه خلاص لحكم كرو وجزء من إثيوبيا دقاكم أفوكم سمطوتها قلت لكن ممكن دي فدريشن أقبلوت اعتذار وقف إطلاق النار من طرف واحد إلا ما بس يكونيني كرا ديمتروس ومن اللي بولهم علو بزحام عند النت لعلو اللي قابلوا دول حزودي بأسمرة رافض يوم أبا قابل لهم أنتم بيليهم خونة أنتم بيليهم إيه قابلكم نبيليهم قل من قابل دي بأسمرة قل له وطنيين قلوا قابله كألهم لجماعة عند النت أديس أبابا قيسو وقل كرمانقص أسألهم اللي ناس لدي الأكومو دي بنا إريتريا قل في صلاته ومثل إريتريين وطنيين مسلم لتراكب هلا وقلنا قص كلينا بيلوم اللي كتاب اللي دي بتقلاتشن يقولوا كتاب على سكزي ودناي منقص هاي لمريم لكت بيو فكم مطالب المنقص نوسو لا رئيس من عندهم كم أقبلها السكة دي سابا جلسة محاسبة ودينا قلوبيلا وبيلا يا أخي اللي لو ديكاهو جيشنا قلو ذنوب حملكاهو عند قاتلهم مثل لهم وانبدي كموتو جريمة ارتكبها وديكا اعترفكا وقف اطلاق النار وديكا من طرف واحد يعني وقف اطلاق النار احيانا من طرفين تلقى مش احيانا لكن عاده بين طرفين تلقى لكن اللي من طرف واحد دول وده قاعد يظهر حسن النيه معناته كالي بلو حتى لعباينا شماغليتاتنا عندنا اثيوبيا ويموت لبلو على اريتريين كمان قز كلاكاهم بيلو فما عندهم حسب روايتنا منقصو لبلو ايوه بيلي سنو ديك ومن لهم خونتهم بيلي قال اريتريا لخينو قال اثيوبيا حتى ينفعاني وانا ازيمهم قبل عملاتهم وخوناتهم بيلكم بيلينا بيلا ولا بعد يعني طبعا حل اريتريا عسكريا يقبين بيليهم لازم حل دبا المشكلة اللي حصلت مثل افرصوتنا الى اتحاد فدرالي صبت على دي بوق النغبل بنا واللي مشكلات بوق نحلها بنا اللي باللوم يعني على كل حال اللي طبعا تاريخنا يعني عندهم تاريخ نفسه يعني اللي لا تحزيه جلسة خاصة لا تحزيه لكن دي موضوع لا ايوه المظاهرات دورتها يعني باللي يعني عندهم دور للتلهي والمظاهرات دي بريتريا قبل على كمان يعني دور يعني دور تلهي ايوه فدي بريتريا كم سنه بيركوكا مظاهرات علات من فتراتنا الاربعينات وخمسينات وستينات على السك بدايه السبعينات دي بدايه السبعينات طبعا من الاسباب قل هيلا سلاسي ملكنا اثيوبيا من سلطه لكريتو منقصو ودرقي علاني ولا العسكري علوني مظاهراتنا طلابته ودورنا إريتريين طلاب دي بريتريا ودي بأديسابا دور عب على كلهم يعني دور عبيد له دي تأجيج لمجتمعنا إثيوبيا ضد الكهنوت ناي هيلا سلاسي لأنه شعب إثيوبيا قل هيلا سلاسي كمثال إنسان مقدس للريالة وبالتالي ضد اللي في قدري على المحاولات على ناي كرمانقص نوايل بولهم لكن بزح ناجحتي على أكيد فشلت فبالسبب دور على نايرترين لكن حقوا 74 وحقوا اغتيال ناي الرئيس الشهيد عمان عندهم حقوه الأمور تغيرت دي بداخل إثيوبيا ودي بداخل إريتريا العسكر سلطات سبطوا كرمانقصو وحقوها خلاص لإرهاب بودو والشباب دي بشوارع قاتلوا ما استبدوا دي بأسمرة بزحام شبابات الشوارع عندها تلكفوا لتركبوا عليهم بالذات قدام قل مساجد وقل كنايس دول قيس الصبح صلاة على فكرة دي بريتريا قل لهم بزح إريتريا لي لأمره شعب إريتريا مرة متدين فالصبح لمسيحيين كنيسة قيسوا بالذات لتوهدو
أرثوذكس كنيسة قيسو الصبح يوميا الصبح قيسو لا حد بس يكونيني. فدول قيسو طبعا التشوارع راكبوا على شباب محرة قتلهم لهم عفاين اللي بقولهم علو يعني مجموعاتنا قتل اختطاف وقتل على يعني إرهاب قل لي دو دبا عد. فبالسبب لمظاهرات دي بداخل عد حقوا 75 76 اللي قبل خلاص بطرة ولا شباب امروا مثل النظام اللي بل حل عسكري بعد حل يهلان بيلو الا فتره الا بقى 74 الى 75 76 بزح شبابات طلاب اسمراء ومدننا اريتريا واديس ابابا ومدننا اثيوبيا العلو كلهم ست ميدان كروا دي بلا فتره الا باعداد كبيره يعني ودي بجبهات ودي بشعبيات عند تعسكروا قل عدهم ناضلوا صروا استشهدوا صرهم إعاقات حصلت لهم وصرهم يعني عدهم تحرروا وأتوا فاللي تراكمات. لكن مظاهراتنا إريتريين دي باللي بطرتني دي بخارج برضو من ستينات سبعينات ثمانينات مظاهرات قب علت. أنا أتذكر أواخر ثمانينات 88 89 مظاهرات دي بلندن ودينا بتنظيم جبهة الشعبية عناصرهم لعلو الأيام بتوم عليهم سلة وزعوا. لكن في المسائل الوطنية ما كنا نختلف معهم يعني. فمظاهرات لاكو ضد التدخل الاتحاد السوفيتي. فأتذكر الأيام أنا لسه حديث أنا شهر شهرين وهذا أنا دي بلندن من اتجاه هايد بارك سفارة الاتحاد السوفيتي قيسنا اللي دانت التدخل السوفيتي. فقدمه دي بكل مدننا أوروبا دي بإيطاليا دي بسويدن شويدن ودي بأمريكا دي بكل أماكن المهم إريتريين عندما تنظموا مظاهرات ودعلوا وكانوا يحاولوا صدى ناي صوت ناي شعب إريتريا دي بداخل ومناضلين إريتريا دي بميدان قلقبول حول علو وبالله استمرت السكازي اللي ناي خارج ناي لا مظاهرات مستمر هلا. لكن ناي داخل ظهرة فعلا مظاهرات ظهرت دي بإريتريا في بداية 91 ناي العسكر علت حر ناي طلاب جامعة أسمرة حر ناي معاقين الحرب علو برضو ناي ماي حبار حر ناي كرود علي على اللي كله يعتبر مظاهرات سلمية. الشيخ موسى وناي الشيخ موسى نعم مظاهرات ناي أقرية ومنو لبزح المهم اللي يسمعوا ما دي مدن وقرى لريم بزح لحس القبل فلا شعب يحاول ولا نظام لكن تعتيم إعلامي وده واعتقالات تعسفية وده واغتيالات وتهجير وكل شيء قلنا أصواتنا دام قلنا أزمو. لكن دي بخارج يقدر دي بهم. أنا أتذكر عندنا استبدأ دي بالتسعينات مظاهرات مدودة تهديدات للكو والأطفارو والبلعلو دي بخارج يعني لمؤيدين نايل النظام. لكن بالسبب فعلا قدام بزح فر على وبيتلو عل. لكن الحمد لله اللي فر لي مع مرور الزمن من 5 7 نفر 10 نفر ندبزح قيس استبدأ وفي أواخر التسعينات خلاص مظاهرات عادي قبا وهتم تصول أنا هقدف فيديوهات صوروا ولبلو. لكن ما كان حد يهتم بهم بل بالعكس أنا دائما أقول لهم جماعتنا اللي صوروا أي حد صوركم حاوطروا صوروا أنتم صورة بالصورة يعني. فحر عبد الرحمن إذا يعني يعملوا ريكالا إريتريين لناي مواجهة مقدرة بوم يعني دي بحرب ليت عند قبي دي الظروف صعبة ندير مظاهرات قل في قرب أدرى يعني لنا ستينات لنا سبعينات ريكالا يعني دي بقدم استعمار مظاهرات فقرة على أيوة. وخارج ساهلت بالنسبة لهم دي وداخل فقرة العلو أسك دي زمن الشعبية دي زمن استغلال نرى كنا معوقين فقروا ناي حركة ناي سنة 93 92 تا كمان فقروا وبالنسبة لهم دي خارج ساهل إذا كده بقى على كفالنا دي خارج حاليا قبل هلا مظاهرات دي وهي تغييم جنيدة
فدي بالله أول كفار دي بالله كل سنة لنا حسام تنسيتنا كلا كفار قلنا ثلاثة الأستاذ عبد الرحمن السيد تاريخ مظاهرات ناي شعب إريتريا دي بداخل قبل بخارج وهذا اللي بالله فترة اللي قبل الله خاصة أسبابه من اعتقالنا الشيخ شعبان اللي تبقسه ردة فعلته ولا واصل على كمسل بدير تواصل على ومنكم مسألة نتائج يبقى نتاجته وسكر على كفار. حيسام التنسيق كرنس أيوب لاقي اليوم الدولية ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو